وحتى تعلموا أحبتي أن تحرير فلسطين ليس واجبا شرعيا على أهل فلسطين فقط، وإنما على كل مسلم. أنا كيمني ماذا تعنيني فلسطين؟ وماذا قدمت لي فلسطين؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بتحرير فلسطين، أوصاهم بتحرير بيت المقدس. أحبتي، هم يريدون أن يحذفوا سورة الإسراء، هم يريدون أن يربوا هذا الجيل أن فلسطين ليست ملك للمسلمين، ولكن هيهات هيهات. أنا كيمني ماذا تعنيني فلسطين؟ لأنه علم أن المسلم لا يعترف بجنسية، وأن المسلم لا يعترف بحدود جغرافية وسياسية قد اصطنعها لنا أعداء الله، وإنما أي مسلم يشتكي في الدنا هو أخي. لو مسلم اشتكى في الصين هو أخي، لو مسلم بكى في الهند فهو أخي. كل المسلمين إخواننا، نهب لنجدتهم. فكيف لو كان هذا المسلم يستغيث في مصر رسول الله؟ كيف ولو كان الذي يستغيث هو المسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى تعلموا أن هذه أمانة في أعناقنا وفي أعناق هذا الجيل الذي لن نيأس منه، هذا الجيل الذي قالوا عنه مات الكبار، سيموت الكبار وسينسى الصغار. لا والله، مات الكبار وما زال هذا الجيل يستذكر فلسطين، مات الكبار ورحل الكبار وما زال هذا الجيل الذي يراهنون على فشله. وضعوا له الإعلام، وضعوا له الراقصات، وضعوا له الأغاني، وضعوا له كل ما يلهيه، ولكن هذا الجيل مستيقظ ويعلم أنه على موعد بإذن الله لعودة المسجد الأقصى، على موعد بإذن الله مع تحرير فلسطين. ربما هذا الجيل لن يرى تحرير فلسطين بعينه، ولكن نحن نعمل ونسعى ولو بالدعاء. ربما الأجيال القادمة هي من تستلم مفاتيح بيت المقدس. إن لم يكن هذا الجيل، النبي وعدنا وربنا وعدنا أنه سيعود أهل اليمن ليحرر فلسطين، فاطمئنوا بإذن الله. ومن اعتقد أو ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله. من ظن أن الباطل سينتصر يوما على الحق فقد أساء الظن بالله.